قلبي الدفاع طبعا رعد فنر وعبد المهيمن عبد الله، وعلى اليسار يلعب محمد عدنان، مهند ابراهيم كمدافع يمين، للوسط احمد ذياب، حسن احمد، عبد القدوس علي وبسام جفال، ولخط الهجوم يلعب بحسام جاد الله وياسر ناجي. هذه التشكيله المواجهه اللي تجمع منتخب الموصل بمنتخب الانبار، المباراه اللي تقام على ملعب الاداره المحليه في الموصل. المجموعه الغربيه طبعا 4 منتخبات، الانبار والموصل وايضا صلاح الدين دياله، وعن الموصل ولا فريق ولا نادي من هذه الانديه موجود في الدوري الممتاز العراقي. كرة النقل الوسط، يعني فريق عريق وفريق كبير قدم اسماء ونجوم، هذه الاسماء اللي كان لها تواجد مع نادي صلاح الدين. لكن اليوم على مستوى المنتخبات تقديم كل المعلومات على منتخب دياله. شكرا لكل شخص قدم خدمة للإعلام. دياله ممكن أنه نشاهد الموسم القادم. علي اللاعب اللي يلعب خلف المهاجم مصطفى محمود. ساعة مرت والتقدم لمنتخب صلاح الدين بهدفين مقابل لا شيء. هنا خطأ يشير لحكم لاعب وسط منتخب دياله. كرات حسن أحمد لاعب مصاف الشمال في دوري الدرجة الثانية. ركلة ركنية على القائم القريب داخل منطقة الجزاء. تحدث عن عبد الله مهيمن من فرات الأوسط طبعا السماوة حسام جاد الله يعيد الوسط. حسام جاد الله عملية الهجوم الآن عن طريق حسن أحمد لاعب مصاف الشمال، يغير لعب لجهة اليسار لبسام، لكن هناك القطع موجود. بسام للوسط، اللحظات الأخيرة خلاص نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب، بدل ضاع عملية الهجوم. ضاعت على مصطفى محمود، ضاعت على مصطفى محمود. هدنان عيدها للخلف، كرة يتناقل لاعبي منتخب صلاح الدين، المساحة للتمرير مصطفى محمود قريب، لكن أمامه تبعد مصطفى عن طريق حسن أحمد. منتخب صلاح الدين في محاولة لبناء هجمة مرتدة، هذا حسن أحمد عن طريق الجانب الأيمن. حسن بينه وبين عبد الله كاظم، ينقل كرة أمامية ودياله ويضعها بكل هدوء على يسار حارس المرمى لمنتخب دياله مهيمن فاضل جفال. للوسط إلى حسن أحمد، كرة طويلة من حسن. مباراة الأنبار اللي خسرها دياله بنتيجة 4-1، الآن متأخر ب3. منتخب دياله أمام منتخب صلاح الدين. سلامات 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 لحسن أحمد، سلامات لحسن أحمد لاعب الوسط لمنتخب صلاح الدين، يشكو من إصابة. الخسارة الثانية لدياله تقلل من حظوظه كثير في هذه المجموعة، تقلل من حظوظه كثير في هذه المجموعة. هنا يطلب التغيير. هنا يطلب التغيير منتخب صلاح الدين. اعتقد الإصابة على مستوى المرفق. للاعب حسن أحمد اللي نتمنى السلامة وما تكون الإصابة مؤثرة. إذن تغيير منتخب دياله أيضا يغير على مستوى التشكيل.